ربنا بيقول لك يعني ايه يا رجال القران، يعني ايه قران، يعني ايه قران. لما افتح قران كده يعني ايه؟ يعني كلام من ربنا لسيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليك انت على طول. يبقى من كلام من ربنا لمين؟ يعني ربنا بيكلمك انت على طول مباشر الوقت، اي ايه تسمعها ده ربنا ايه بيكلمك انت. تمام. فعايزين نتعامل مع القران كده يا رجاله. انا افتح المصحف كده او اسمع ايه معدي، ده ربنا من فوق سبع سنه بيكلمك انت. فاهم ازاي؟ دي رساله ليك انت شخصيا. فاي ايه تسمعها في القران اتعامل معاها بالشكل ده. الله بيكلمك، ربنا بيكلمك، فربنا بيقول لنا ايه يا رجاله؟ اسمع بقلبك بقى. ومن الناس من يتخذ من دون الله ايه؟ اندادا. في اصناف ناس. تمام. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا يقول لك في ناس بتتخذ انداد ديت مش شرط اصنام، يعني مش شرط اصنام بنسجد لها، لا بتحب حاجه اكتر من ربنا. والذين امنوا اشد حبا لله. الناس اللي بتحب ربنا عندها ربنا اغلى من كل حاجه. هو ده المطلوب يا رجاله، ده مطلوب وجودي في الحياه. ليه؟ انا ما كنتش موجود وبعدين بقيت موجود. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا ايه مذكور. لما اقعد مع نفسي النهارده بالليل افكر في الحكايه ديت، انا ما كنتش موجود. دي مش بتاعتي ولا العين ولا الرجل ولا اصلا الحاجات اللي حواليا. ده الله سبحانه وتعالى اوجد كل دوت وراح جاي اوجدني فين؟ في الدنيا. فانا كلي ليه. انا لله وانا اليه ايه راجعون. فالمفروض بقى ان ربنا يكون عندي اغلى منين؟ اغلى من كل حاجه. فالايه دي ده المطلوب. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. المطلوب ان ربنا يكون اغلى عندي واحب الي من كل ايه؟ من كل شيء. ده مقصود وجودنا في الحياه يا رجاله. بس ممكن واحد يكون اتضحك عليه، ممكن طب ايه الانداد بقى اللي احنا ممكن بنعبدها ديت؟ قال لك الانداد دي حاجات كتيره جدا زي الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الايه؟ الشيطان. بنعبد الشيطان ازاي؟ بنسجد له؟ قال لك لا، ربنا بيامرني بحاجه والشيطان بيامرني بحاجه، بسمع كلام الشيطان وما بسمعش كلام ربنا. ببساطه يبقى انا كده بعبد مين؟ الشيطان. كده الشيطان اكتر من ربنا. يا عم لا، ده انا مش، يا عم هي كده. احنا عايزين نوصل للايه؟ انا قبلكم عايزين نوصل للمستوى الايه؟ المطلوب. واحد تاني بيعبد نفسه. يعبد نفسه ازاي؟ نفسه تأمره بمعصيه معينه، شهوه معينه، حاجه معينه، وربنا ما يحبش الحكايه دي. فبحب نفسي اكتر ولا ربنا؟ نفسي. نفسي. لو انا لسه بعملها يبقى انا بحب ايه؟ نفسي. يبقى كده بعبد نفسي ولسه ما جاش رقم واحد في قلب ربنا. لسه ما بقاش ربنا عندي اغلى منين؟ من كل حاجه. في واحد اقتنع بالحكايه دي قوي، قال لك يا عم انا هدي الشيطان ده فوق دماغه وهدي النفس ديت بالجزمه وانا هبقى بتاع الدين. اي حاجه ربنا يقول لي عليها انا هعملها. هيطلع له انداد ثانيه. انداد ثانيه اللي هي ايه بقى؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. هواه يعني بيعبد ايه؟ بيعبد دماغه. ماشي بايه؟ ماشي بدماغه، مش ماشي بشريعه. يعني واحد دلوقتي عايز يبقى مهندس بيدخل كليه هندسه، تمام، وسنين ومنهج وجامعه وبعدين يتخرج. فعايز ابقى بتاع ربنا بس همشي لوحدي من غير صحبه ومن غير حاجه. اللي يجي على دماغ الايات هفتحها، اللي افهمه اللي ما بفهموش فهمه. فماشي بايه؟ ماشي بدماغه. فهيوصل للدين اللي هو عايزه مش مراد ربنا، عشان ماشي بايه؟ ماشي بدماغه. في واحد قال لك لا يا عم انا همشي مع ده كله، همشي مع الصحبه وهفهم العلم الصح وهتعلم وهبقى بتاع ربنا، بس ربنا يكون عندي اكتر من كل حاجه. بس قابلته ند تاني ومشكله تانيه اسمها ايه بقى؟ اله كده بيعبد، اله بيعبد. ناس كتير قوي بتعبده يا رجاله. ناس كتير عايز تطيع ربنا بس الاله ده شديدها. اسمه اله العادات والتقاليد. العادات والايه؟ تقاليد. يعني ايه؟ يعني ده كله جميل جدا، الكلام اللي انت بتقوله ده 100 100 والكلام ده فعلا حرام، بس الناس كلها كده. نعمل ايه؟ البلد كلها كده يا عم الشيخ، والناس كلها بتتجوز كده. بالله عليكم بالعقل كده من غير دين خالص. في راجل يجيب واحده، تمام، يجيب مراته ترقص قدام الناس ويسقف لها؟ في راجل يعمل كده؟ ده رجوله. تمام. مستحيل، صح ولا لا؟ بس عادي جدا في عاداتنا. احنا طبعا ايه يا عم، انت عايز تغير البلد كلها، بس ده اللي بيحصل. كل واحد يجيب مراته في الفرح ترقص والناس يتفرجوا عليها ويسقف ويرقص معاها، صح ولا لا؟ دي العادات. اصل يا عم انا مقتنع بالدين والله، بس عمتي هتقول لي وخالتي وابويا وامي والدنيا كلها كده. فمش معقول. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، تعالوا، ربنا بيقول لك تعالى الى ايه؟ ما انزل الله والى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ايه؟ الدنيا كلها كده والبلد كده وعرف البلد كده، فاحنا هنمشي بالدين بتاع الايه؟ والله كان نفسنا نبقى كويسين بس مش هينفع. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ايه؟ فالمطلوب يا رجاله ان ربنا يكون رقم واحد ضد العادات وضد النفس وضد التقاليد وضد الحاجات دي كلها. دي مستحيل مستحيل. وربنا بيقول كده وهنتكلم في الايات دلوقتي، تعملها لوحدك، ما حدش يعرف يعملها لوحده. النبي سيدنا موسى يا رب هات لي وزير. عارفين يعني ايه وزير؟ يعني ايه وزير في اللغه اصلا؟ وزير يعني ايه؟ يعني جبل انا عايز جبل يساعدني. فربنا بعت له جبل يساعده. فاهم ازاي؟ فعمري ما هوصل في الدين لوحده، لازم صحبه وبيئه وايه ومنهج نشجع بعض عشان نوصل ان ربنا يكون ايه؟ ربنا يكون رقم واحد يا رجاله. عشان كده سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا بقى ضرب لنا امثله كده ان ربنا اغلى عنده من كل شيء. ربنا وابراهيم الذي ايه؟ وفى يعني ايه؟ 100%.
جاب يعني جاب الدرجات النهائيه، جاب اعلى مجموع، طلع الاول على البشريه في الحكايه دي، وفى كل الايه، كل الاوامر في الوقت دوت اللي ربنا امره بيها. تخيلوا كده، ما يعني ما عندوش اولاد، وبعد ما جاله ابن بعد سنين بيمشي معاه عنده 10 سنين، قال يا غلام اني ارى في المنام اني ايه، ربنا امره، ده الامر وقتها، ربنا مش هيقول لك اذبح ابنك، بس هيقول لك على حاجه انت قادر عليها برضه. فحد يذبح ابنك انت متخيل؟ بس لا، ربنا عندي اهم من كل شيء. هي دي الفكره بقى، ان ربنا اغلى. يتبعه حاضر يا رب، سيب عيالك في الصحراء حاضر يا رب، كل حاجه حاضر يا رب. سيدنا موسى، ربنا يا رجاله بيحكي لنا في القران، نفهم بقى القران كده، ربنا مش بيحكي لنا قصص، بيحكي لنا دولت عشان ربنا يقول لك كان فيهم اسوه خليك زيهم. ساب كل حاجه. سيدنا ابراهيم، إذ قال ابراهيم لابيه وقومه، عرف البلد وسلو بلده، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدينا. ماليش دعوه بالدين بتاعكم ده، البلد كلها كده، بس ده ما رضيش ربنا، انا مش عامله يا عم، انا همشي في اللي يرضي ايه، همشي في اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، همشي في اللي يرضي ربنا. سيدنا حنظله اللي لسه كان باشمهندس اسلام بيتكلم عنه، سيدنا حنظله دوت يوم الدخله، يوم الايه، يوم الفرح، عنده عذر شرعي تمام، وروح مع عروسته، سمع حي على الجهاد، حي على الايه؟ على الجهاد، غزوه مش صلاه في الجامع تمام، على ايه؟ حي على الجهاد تمام. اول ما اتجوزت ثاني يوم نزل اصلي الفجر في الجامع، لقيت واحد صاحبي واقف في الجامع بيقول لي انت تعبان ولا ايه؟ ده ليه يا عم؟ بقول لا انت مش فاهم، احنا المفروض نقعد اسبوع ما ننزلش ليه؟ فده عرف الايه؟ عرف الفجر، فمش صلاه في المسجد، لا ده سمع حي على الايه؟